السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في فيديو جديد وقصة جديدة. هاد القصة هي مثيرة بزاف وقصة عجيبة وغريبة. هذه واحد الأخت كتحكي، كتقول أنايا راجلي تزوج عليا. أنا كنت هانية مع الزوج ديالي ووالدة ليه الوليدات وكنا بخير وعلى خير. فسبحان الله، كتعرفوا الرجال ما كيقنعوش بمرأة وحدة، وكما تنقولوا الشرع عطاهم ربعة. فتزوج عليا الزوج ديالي واستأجر المرأة، سكنها في بيت وحدها وأنا في بيت وحدي. ولكن كانت اخبارها كتجيني، كانوا كيعاودوا لي عليها الناس والعائلة وداك الشيء. العائلة ديال زوجي كلشي كيشكرها، حتى الزوج ديالي الا جبتها في الهضره ولا شي حاجه كيقول لي ما تجبديهاش، هي واحد الانسانه اللي مزيانه وما كتجبدكش وانسانه معقوله، من الافضل فوتيها عليك. تحركات الغيره في الداخل ديالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في فيديو جديد وقصة جديدة. هاد القصة هي مثيرة بزاف وقصة عجيبة وغريبة. هذه واحد الأخت كتحكي، كتقول أنايا راجلي تزوج عليا. أنا كنت هانية مع الزوج ديالي ووالدة ليه الوليدات وكنا بخير وعلى خير. فسبحان الله، كتعرفوا الرجال ما كيقنعوش بمرأة وحدة، وكما تنقولوا الشرع عطاهم ربعة. فتزوج عليا الزوج ديالي واستأجر المرأة، سكنها في بيت وحدها وأنا في بيت وحدي. ولكن كانت اخبارها كتجيني، كانوا كيعاودوا لي عليها الناس والعائلة وداك الشيء. العائلة ديال زوجي كلشي كيشكرها، حتى الزوج ديالي الا جبتها في الهضره ولا شي حاجه كيقول لي ما تجبديهاش، هي واحد الانسانه اللي مزيانه وما كتجبدكش وانسانه معقوله، من الافضل فوتيها عليك. تحركات الغيره في الداخل ديالي. تحركات الغيره في الداخل ديالي، وليت كنغلي من الداخل. كيفاش هذه اللي دات ليا راجلي وكيدافع عليها وعزيزه عليه بحال هكايا، خاصني نشوف كيفاش نتخلص منها. كتقول، قلتها واحد صاحبتي، حكيت ليها المشكل ديالي وقلت ليها شنو واقع ليا، والزوج ديالي راه صافي دات، والمراه الاخرى كيشكرها بزاف، كيبقى معاها بزاف، انا صافي راه وليت نشوف غير من اللور. فاقترحت عليا، قالت لي علاش ما ديري ليها شي سحر. قلت ليها سحر؟ كيفاش؟ انا ما كنعرفش ندير السحر. قالت لي كاينه واحد السيده هي اللي ممكن دير لك هاد السحر وتهنيك منها، يعني غادي الراجل ينفر منها وغادي يرجع ليك. فمشينا انا وياها عند هذيك السيده، دارت لي داك السحر، وهذا هو اللي كنت بغيت الراجل ديالي ينفر منها ويرجع ليا ويرجع لدارو ووليداتو. ولكن لا، اللي وقع العكس. الراجل ما بقاش كيقدر يفرقها، ولا متعاطف معاها اكثر، كيهتم بيها من سبيطار لسبيطار، ما كيجلش، ديما هو معاها. الا جبتها ليه ولا قلت ليه هي كون ما كانت وحده ما مزياناش ما يوقعش ليها هكا وهادشي، تيقول لي اسكتي ما تجبديهاش، هي انسانه معقوله وما فيهاش تحراميت، وهذه صافي كيدمرني من الداخل. وداكشي اللي بغيت انايا في الاول وقع العكس ديالو. بغيت الزوج ديالي رجع ليا ونفر منها، ولكن لا، بالعكس، بقى معاها وبقى كيساندها وكيديها من سبيطار لسبيطار. صافي دات ليا الراجل. اشنو فكرت ندير؟ طبيعة الحال هذيك صاحبتي والشيطان والنفس ديالي معاونين، وكانت البنت ديالي حتى هي كتعاونني. فهي من بعد ما تصابت بهذا الشيء كامل وبقى داك النزيف ما بغاش يحيد، والاطباء حاولوا بكاع الطرق، فقالوا ليها غادي نحيدوا لك الرحم ديالك باش هكا داك النزيف يحبس. وداروا ليها عمليه وحيدوا الرحم وتحرمات من الاولاد. ومع ذلك الزوج ديالي غير ما كيساندها وكيقول هي مسكينه،
يعني هادشي اللي حصل ليها راه خايب وراه مبقاتش غادي تولد وخاصني نكون معاها. فزدت كرهتها اكثر واكثر، وزاد اصراري على اني خاصني نفرقها على راجلي باي طريقه. اشنو درت من بعد؟ بطبيعه الحال ما اقترحت عليا هذيك صاحبتي وبنتي واتفقنا باش نصايب واحد السحر، وانا دفنته في الدار ديالي. والمهم واحد الخطه درناها باش الزوج ديالي ينفر منها ويهرب منها. الزوج ديالي كان ما كيحملش تجبد حس السحر، ولا يقول لي شي حد السحر، ولا يعرف شي حد كيسحر ليه ولا هذا، كان كيخاف من هالموضوع بحال اي واحد. فشنو درنا؟ جبنا واحد السحر مكتوب حجاب ودفناه في واحد البلاصه. وفي الصباح ناضت بنتي وكتقول لباباها: بابا راني حلمت بجده، يعني ام باباها، كتقول لي هي ميتة الله يرحمها، كتقول لي بالله راه عندكم سحر ومديور في البلاصه الفلانيه، وباللي راه فلانه هي اللي دارته لكم على مرت باباها. فما صدقش، قال ما يمكنش هي دير لكم شي سحر ولا شي حاجه. مع ذلك قال غادي نشوفوا نحفروا حفروا البلاصه ولقى فعلا السحر. فمشى ليها هي عايرها، شتمها بكاع الكلام الخايب، فضحها مع العائله وصافي وطلقها. اتصل على خوها قال لي: اجي لاختك سحاره دارت ليا، بغات تفرقني على ولادي، بغات تحمقنا، بغات تاذينا. فجاء اخوها داها، صافي طلقات. تهنيت منها. دارت الايام وبدا الله سبحانه وتعالى كينتقم مني على داكشي اللي درت. بنتي تزوجات وطلقات. هذه اول حاجه عانيتها من هذاك السحر. هذيك صاحبتي حتى هي زوج ديالها طلقها ودا ليها ولادها وخلاها بوحدها. وانا صابيت في صح، انا مرض خايب، ما لقاو ليا ليه دواء، ما مشيت، ما خليت فين مشيت، جريت ما خليت حتى شي مستشفى ما مشيت ليه. وفي الاخر تيقولوا لي عندك واحد المرض صعيب يتشافى وغادي تموتي، المرض الخايب. فصافي وقالوا لي بقاو لك شي ايامات وانا في المستشفى. قلت لهم عافاكم اتصلوا لي على فلانه تجي باش نتسامح انا وياها. مني جات قلت لها: اختي عافاك سمحي لي، انا راه اذيتك وسحرتك ودرت لك وفعلت لك، ولكن كانت الغيره وما كنتش حاسه شنو كندير، وكان الشيطان عامي عينيا والنفس اماره بالسوء، سامحيني، المسامح كريم. هي رفضت تسامحني وقالت لي كلام يا ريت تمنيت تكون غير ما قلت ليش اجي نطلب منك السماحه. قالت لي: سيري الله لا يسامحك والله ينتقم منك، حرمتيني من الاولاد، حرمتيني من زوجي، وشوهتي سمعتي، وخربتي كل شيء حلو في حياتي، اي حاجه زوينه حيدتيها ليا، وباغاني دابا نسمح ليك. انا ما غاديش نسمح ليك، سيري الله ينتقم منك. فانا تاثرت بزاف، ومن هذا المنبر بغيت نحكي قصتي باش الناس يتعظوا، بالاخص العيالات اللي يعني النفس اماره بالسوء والشيطان والغيره والغل كيخليك ديري شي حوايج. خافي الله، لان كينتقم منك ربي قبل ما تسيري عنده، وباقي عنده الله اعلم كيفاش غيكون عذاب الساحر واللي تيأذي الناس. هذه هي قصتي، كنتمنى تعجبكم وتكونوا استفدتم منها وخذيتوا منها العبره. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.